أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى فيديو جديد. فاز سهرة اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني للاعبين المحليين على نظيره الإثيوبي بهدف يتيم في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعة لمنافسة كأس إفريقيا المحليين المقامة بالجزائر. وسجل الهدف الوحيد في موقعة ملعب نيلسون مانديلا اللاعب أيمن محيوس في الدقيقة 52، وبهذا الفوز ضمن أشبال الناخب الوطني المحلي مجيد بوغرة تأهلهم للدور الربع النهائي من الشان بتصدرهم المجموعة حتى الآن ب6 نقاط. في مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الإثيوبي، قامت مجموعة من الأنصار التي كانت حاضرة بملعب نيلسون مانديلا بالتصفير على الأيقونة الجزائرية رابح ماجر لحظة عرض صورته على شاشة العملاقة للملعب. التصرف الذي وصفه الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالغير أخلاقي ونكران جميلة لأسطورة من أساطير كرة القدم الجزائرية، بعيدا عن وظيفته السابقة كمدرب للمنتخب الوطني وفشله في بلوغ الأهداف المسطرة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. رابح ماجر الذي رصدته كاميرا الصحفيين أثناء مغادرته ملعب نيلسون مانديلا وهو في حالة عدم رضا عما قامت به بعض الجماهير، الأمر الذي كان باديا على ملامح اللاعب السابق للمنتخب الوطني. توجه الإعلامي الليبي في قنوات بين سبورت مهند بالشكر للجماهير الجزائرية التي كانت سندا للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق التي خسرها الفرسان المتوسطة بثلاثية لهدفين، الأمر الذي أدى إلى إقصاء المنتخب الليبي من المنافسة. أريد أن أنوه شيء ثم أعود للكابتن ناصر وكذلك الكابتن عادل الخمسي. شكرا لكل الجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة اليوم في ملعب نيلسون مانديلا، التي ساعدت وشجعت وهتفت لصالح المنتخب الليبي، وكأننا نلعب على أرضنا وبين جمهورنا، فقط وجب التنويه. شكرا للجماهير الجزائرية.